زي اللي حصلت امبارح. ندخل على طول لقضيه من قضايا التحكيم. احنا بنتكلم على قضايا كتير في التحكيم. كان في الفتره اللي فاتت حكام مصريين بيروحوا تونس بيحكموا في الدوري التونسي، واكبر الماتشات في الدوري التونسي الماتشات تسند لحكام مصريين. الحكام المصريين بيروحوا بيأدوا بكفاءة عالية جدا ويأدوا بصورة ممتازة جدا، وفي الآخر بيشيدوا بيهم، والتحكيم المصري ماشي بصورة كويسة في الدوري التونسي. مرة واحدة لقينا في طقم سعودي رايح للدوري التونسي وأطقم جزائري، وفي مشكلة حصلت. المشكلة دي مش عارف تفاصيلها ايه، تفاصيلها أثرها الزميل المحلل التحكيمي محمد عبد الفتاح اللي معانا على التليفون دلوقتي. محمد صباح الخير عليك ومشرف ومنور. كابتن جهاد ازيك، وصباح الخير عليك وعلى كل مستمع الشباب والرياضه، ودي اول مداخله ليك معاك في البرنامج، وببارك لك رغم ان هي جايه متاخر شويه. لا يا حبيبي، منور ومشرف، ودايما بنستمتع بيك يا محمد وبكلامك الواضح والصريح. تقول لنا ايه على المشكله دي، مشكله الحكام المصريين في الدوري التونسي وايه اللي حصل فيها؟ عفوا. طبعا انت عارف ان ده يعني في الدوري التونسي من فتره بعيده جدا بيتم الاستعانه بالحكام المصريين في الدوري في المباريات الحساسه عندهم. تمام. ويمكن في الفتره الاخيره كمان تحديدا كان الاستعانه يمكن كان يعني يمكن تقريبا اسبوعيا بيتواجد الحكام، ولكن فجاه حصلت ازمه تسبب فيها كابتن توفيق السيد، وبسبب ان هو هقول لك البدايه كانت فين. كانت في كان مع امين عمر كان متواجد مع طاقم في شهر 4 الكلام ده السنه اللي فاتت، ودي كانت اول مشكله حصلت. تمام. راح ادار مباراه، وبعدين لما الناس لقوا ان امين ادى مباراه جيده قالوا له احنا عايزينك تقعد معانا كمان في مباراه ثانيه. تمام. ولكن فوجئ الناس المسؤولين في الاتحاد التونسي وفي لجنه حكام تونس ان في طلب من لجنه حكام مصر ان الحكام ترجع. لا، رفضوا ان هم يقعدوا مباراه كمان. طبعا ده كان امر غريب، وطبعا عارف ان ده حاجه ما بتحصلش، دي حاجه جديده بالنسبه لنا. يعني يا محمد هو طلبوا الحكام ترجع وما عندهم ماتش خارجي تاني، ولا يرجعوا ليه؟ لا، قال له انا عايز الحكام ترجع عشان عندهم هنا مباراه مهمه. ايه ماتش المهم في الدوري المصري والراجل بيمثل مصر بره؟ يعني ما فيش مقارنه بين ده وده. بالظبط، وخصوصا ان انت عندك قاعده كبيره من الحكام هنا. بالظبط. فطبعا انا هقول لك موقف على الموقف ده برضو للامانه. الموقف ده حصل معايا شخصيا مع كابتن عصام فتاح، ممكن اكون مختلف مع كابتن عصام، لكن في حاجه ايجابيه هتكلم فيها. انا كنت موجود في تونس، كان عندي ماتش، وبعد الماتش طلبوا مني اكمل، وكنت متعين في ماتش في الدوري المصري. الراجل لما كلمته قال لي كمل مفيش مشكله، هنشيلك من الدوري المصري ونحط حكم زميل. موقف مشابه. وفي موقف تاني انا عشته معاك، يمكن الناس ما تعرفش برضو، احنا كنا مع بعض، كنا في الدوري القطري. حصل. وانت جيت. حصل. كان الكابتن ناجي الجويني كان طالبك لمباراه. حصل. ولما اديته مباراه جيده طلب ان انتوا تكملوا معانا اسبوع كمان، ويمكن انا في الوقت ده كنت محترف هناك، كنت عارف طبعا، وكنا حصل. مع بعض، والناس كانت مبسوطه بيكم جدا، وطلبوا، وكان في الوقت ده اعتقد كان الكابتن عصام برضو. حصل، والراجل وافق وكملنا الاسبوع هناك في قطر. حصل. وكملتوا معانا كمان الاسبوع ده. يمكن الناس برضو عشان ناكد ان الكلام ده بيحصل بشكل طبيعي جدا مع الحكام المصريين. تمام. فطبعا امين عمر رجع. اللي حصل المباراه بقى المهمه اللي كانت المطلوب فيها امين عمر هي مباراه بالقاس ورايه، مباراه ترقي في القسم الثالث. يا خبر، يعني مرجعه من ماتشات في تونس، ماتشات مهمه في الدوري التونسي، بيمثل التحكيم المصري في تونس عشان ماتش ترقي قسم ثالث للقسم الثاني. بالظبط. طبعا لما امين رجع، امين طبعا اعتذر عن المباراه، لان انت عارف طبعا كويس جدا ان انا اتبلغ مباراه الساعه 1:30 بالليل بعد سفر. وخصوصا ان امين ماشي ببرنامج تعرف برنامج تدريبي وبيتم تفريغ البرنامج. تمام. ولازم يتبلغ قبلها ب 48 ساعه. طبعا رفض، قال لهم انا مجهد، كنتوا بتبلغوني مباراه. فهي دي المباراه اللي كانت رجع بسببها امين من تونس. الموقف الثاني عشان بقى ايه انا اجيبها لك واحده واحده كده. وهم هناك كان في قبليهم محمد معروف، ومحمد معروف كان معاه طاقم ايضا، وكان ليهم مستحقات. بالمناسبه كل الاطقم اللي راحت في الدوري التونسي مستحقاتهم تقاضوها بشكل منتظم ومفيش تاخير، الا الطاقم ده الوحيد اللي كان معاه محمد معروف، لان هم يعني عاوز اقول للناس بس عشان تعرف الامور ببساطه، بيتقاضوا الفلوس
وفي عندهم نظم وقوانين ان انا وانا خارج من المطار، انت عارف بيبقى في اجراءات التصريح. بالظبط بالظبط. تصريح المبلغ اللي انت خارج بيه في تونس موجود ده. تمام بالظبط. فقالوا لهم يا جماعه بس واحد منكم يقعد معانا يوم كمان، لان النهارده اجازه، وعشان انتوا لعبتوا مباراتين، خلي بالك هم لعبوا مباراتين كمان. تمام. فقالوا لهم يا جماعه واحد فيكم يقعد عشان نقدر نتصرف في التصريح وتاخدوا الفلوس معاكم. كذلك حصل نفس الكلام. جه الرفض من لجنه الحكام، قالوا لهم لا هترجعوا، ما حدش يقعد يبعتوا الفلوس مع اي حد عشان عندكم ماتشات مهمه. طبعا نفس الكلام. تمام. فالناس رجعت. اللي حصل ان بعد كده لما امين راح قال له امين هات الفلوس. امين طبعا الناس لما اتاخروا برضو كان في الاجراءات وهو رجعه، قالوا له هم كانوا عاملين حسابهم ان امين هيقعد، فرجع فقال له انت ازاي ما جبتش الفلوس؟ قال له انا مالي، انت رجعتني. كذلك الامر حصل مع وائل فرحان. اخيرا بقى ده اخر طقم راح لما كان وائل فرحان حكم فار ومعاه هاني عبد الفتاح، طلبوا ان وائل يكون متواجد في مباراه اخرى برضه، ودي كانت مباراه الترجي والاولمبي الباجي. تمام. والمباراه دي كانت يوم الثلاث اللي فات، في نفس اليوم اللي اقيمت فيه مباراه فيوتشر وسيراميكا. تمام. لما قالوا له هتقعد برضه الكابتن توفيق رفض ان وائل فرحان يقعد هو وهاني عبد الفتاح ويكملوا مباراه كمان، مباراه الترجي والاولمبي الباجي، ورجع عشان يدير مباراه سيراميكا وفيوتشر. وبالفعل ده حصل، ولكن حصل نفس الموقف بتاع المستحقات الماليه لنفس الطاقم. فالناس اتاخروا لما هم عاملين حساب ان وائل هيقعد لمباراه يوم الثلاث، وبعد كده خلصوا اجراءات المستحقات الماليه للطاقم بتاع محمد معروف. تمام. فحصل مشاده بقى ساعتها مع الكابتن توفيق ومع المسؤولين هناك في لجنه حكام تونس. قال له فين الفلوس بتاعه الطاقم؟ فحصل مشاده، قال له لو ما جبتش الفلوس مش هبعت لك حكام من عندي تاني. طبعا انا هقف هنا عند هذا التصرف. انا بس رساله لمجلس اداره اتحاد الكوره وللكابتن توفيق السيد، وله كل الاحترام والتقدير على المستوى الشخصي. لازم الناس تعرف اللي موجودين جوه لجنه الحكام، انتوا لا تمثلوا انفسكم، انتوا بتتصرفوا من خلال منصب داخل لجنه حكام الاتحاد المصري لكره القدم، وتصرفاتكم لازم تكون تحافظ على علاقاتنا بالناس، اللي ناس كتيره جدا بنت سمعه التحكيم المصري على علاقات، وانت طبعا سيد العارفين وعارف الكلام ده. صحيح. انا يعني حاولت اختصر الاحداث، انا عارف عشان وقتك، لكن اتمنى اكون وصلت التفاصيل بشكل مختصر وبسيط عشان المستمعين يعرفوا. هي بس يعني في الاخر الضرر وقع على التحكيم المصري مش على شخص بعينه للاسف. يعني بالفعل خدوا قرار هناك ان لن يتم الاستعانه بالحكام المصريين، وتم الاستعاضه بذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكره القدم ولجنه حكام الاتحاد السعودي. وبالفعل الطاقم المصري اللي كان هيحكم مباراه صفاقسي والنجم الساحلي، وكان في قرار بده من لجنه حكام تونس، قرروا ان هتكون الطاقم من السعوديه بالكامل 6 حكام، الفار والملعب. تمام. هو خساره التحكيم المصري اللي في الدوري التونسي كان ماشيين بصوره محترمه، لكن تصرف فردي عمل لنا مشكله كبيره للتحكيم المصري. محمد انا عايز اسالك برضو، يعني اختم معاك، عندنا تجربتين لرئيس لجنه الحكام قبل كده مارك كلاتنبرج، ودلوقتي فيتور بيريرا. شايف التجربتين تقيمهم ازاي؟ انت طبعا عارف رئيس كلاتنبرج كان مش متواجد خالص في مصر. تمام. ما كانش موجود. كذلك بقى بيريرا موجود وملوش قرار، هو مش صاحب قرار خالص. يمكن ده كلام الحكام كمان، عشان تبقى عارف الحكام مش بيعرفوا يقابلوه، مش بيعرفوا يتكلموا معاه، ملوش تواجد، حتى ما بيتدخلش في التعيينات. انا شايف ان التجربتين زي بعض، نتائجهم ما زالت على ارض الواقع 0. تمام. يعني ده باختصار. محمد عبد الفتاح المحلل التحكيمي، شرفت ونورت، وشكرا جزيلا لك يا محمد. انا اللي بشكرك يا كابتن جهاد، ودايما موفق. شكرا لك. انتوا لسه بتسمعوا التحكيم مع جريشة، كلام من الاخر وفي الصميم، في التحكيم مع كابتن جهاد جريشة. رجعنا لكم تاني، والتحكيم مع جريشة. مشكلة كبيرة